السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ كيف بقيتوا؟ بخير وعلى خير، نتمنى تكونوا باحسن الاحوال. اخيرا خواتاتي واخواني، غيتا عصفور الممثله واليوتيوبرز المعروفه كتعتنق الحريه من جديد بعد ايام صعيبه بزاف عاشتها داخل المؤسسه السجنيه. قضيه اللي هزات الراي العام ومازال كيتبعوها الناس بالفضول والدهشه. الزوجه ديال الرجل الخائن اللي تشد متربص داخل الشقه مع غيتا رفضت اي تنازل، وهذا الشيء خلى الاحداث كتزيد تشد الانتباه. المعطيات اللي وصلتنا مفاجئه بزاف. غيتا عصفور كتأكد مرارا أنها كانت مجرد ضحية ماشي مجرمة، ضحية الثقة العمياء في واحد الشخص اللي كان كيدعى أنه عازم ومزوج. تخيلوا معايا واحد البنت كتعيش حياتها عادية وفجأة كتلقى راسها وسط إعصار، وسط خيانة، خداع وسجن. المعلومات كتقول ان غيتا كانت رفقة صديقة ديالها وشخص اخر، وهاد التفاصيل كيزيدوا يعطيو واحد الصورة مختلفة على اللي كان كيروج. واللي زاد صدمة كبيرة هو الزوجة الشرعية اللي اكتشفت ان هذا الرجل اللي تزوجت به غير قبل 6 أشهر كان عايش حياتين: حياة معلنة قدامها وحياة أخرى خفية على مواقع التواصل الاجتماعي والإلكتروني والمجال الإلكتروني. اليوم ومع خروج غيتا تأكد أن غادي تدافع على راسها، بعد ما بحال الطبع الزوجة صافي دارت تنازل الراجل نتاعها والغيتا وصاحبتها. غيتا كتأكد أنها غادي تدافع على راسها وغادي تحكي الحقيقة كاملة للرأي العام باش الناس يعرفوا شكون كانت الضحية الحقيقية في هذه القضية. إخواني أخواتي، هذه هي آخر مستجدات، وباقي الجديد غادي نوصلوه لكم أول بأول. وما تنساوش تدعمونا باللايكات ديالكم والتفاعل، حيث القصة مازال ما سالاتش، بالعكس يمكن غادي تسمعوا أحداث أخرى أكثر صدمة في الأيام الجاية إن شاء الله. خليتكم على خير، مع السلامة.